عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم طريقه الفراخ بالبصل والطماطم والفلفل والتوابل. اهي صينيه فراخ. اول حاجه انا جبت الفراخ غسلتها الاول، شلت الجلد من عليها والدهن، كل الدهون اللي بتبقى فيها والجلد ده بشيله عشان تبقى الفراخ خفيفه وصحيه، وكل الدهون اللي بتبقى في الفصلات ديت بشيلها، اي بقايا دم او اي حاجه بشيلها. وبعد كده بروح نقعاها في ملح وخل وميه لمده نص ساعه لحد ما تبقى نظيفه كده معايا وما فيهاش اي ريحه زفاره. دي الخطوه دي مهمه جدا لتنظيف الفراخ. اهم حاجه ان انت الاول بتشيلي كل الدهون اللي فيها. لو مش حابه تشيلي الجلد خلاص ممكن تخليه، بس بتشيلي الدهون اللي بتبقى تحت الجلد، بيبقى فيه دهون كده وفيه ماده لزجه لازم تشيليها. وبعد كده بتنقعيها في ملح وخل وميه. دي خطوه مهمه لتنظيف الفراخ. بعد كده انا جبت البصل وقطعته كده شرايح. قسمت البصله 2 وعملتها شرايح صغيره كده. جبت فلفل وقطعته برده شرايح صغيره، والطماطم كده عملتها ترانشات. اول حاجه انا هضيف البصل كده في الصينيه. انا معايا توابل، ملح، فلفل، توم بودره، جنزبيل. والجنزبيل من الحاجات اللي بتدي طعم حلو للفراخ. هضيفهم كده على البصل، وهبدأ بقى اديله دعكه جامده كده. انا عايزه كل التوابل ديت تندمج مع البصل. بتدوسي عليه جامد كده لحد ما تفركيه كده. تلاقي ريحه التوابل طلعت معاكي. هبدأ اضيف الفلفل والطماطم، هضيف عليهم ربع كوبايه خل صغيره. الخل من الحاجات الكويسه للفراخ، بتخلي اللحم الفرخه يبقى طري وبتخليها طعمها حلو، بتديها مزازه، بتديها طراوه. وكمان هضيف حوالي ربع كوبايه زيت او معلقتين زيت كبار. وهبدأ اقلبهم كده في بعض، وهبدأ بقى اضيف الفراخ. هخلي جزء كده من التوابل اللي انا حطيتها او الخضار اللي انا حطيته اللي هو البصل والفلفل والطماطم من تحت كده. وهبدأ اضيف بقى الفراخ كده، وهحاول بقى ان هي ايه، كل قطعة فرخة هحطها ان انا احط عليها كده شوية من الحاجات اللي انا عاملاها دي كده. وتخلي الفرخة الجزء اللي فيه لحم اكتر كده من تحت عشان ياخد سوا. الاول نسويه الاول، وبعد كده نرفعه على فوق، نقلبها على كده عشان تاخد وش بقى او لون. وبيبقى طعم الخضار اللي تحت ده اللي هو البصل والفلفل والطماطم بيبقى طعمه حلو لما بتيجي تاكليه او تقدميها يعني. انا هسيبها لمدة نص ساعة تاني قبل ما احطها في الفرن عشان تتبل كده وتاخد طعم الحاجات اللي انا حطها لها ديت. وهضيف لها نص كوباية مية واسيبها بقى بعد كده تتبل شوية. ممكن تقطعي الفرخة كده نصين، الصدر بتقطعيه نصين، الورك بتقطعيه نصين برضو لو انتي حابة، يعني حابة تعمليه سويت خلاص. ودي الاجنحه بتاعت الفرخه. انا باخد الجزء اللي هو بيبقى اللي من فوق، لكن الجزء اللي هو بيبقى الرفيع ده في اول الفرخه ده برميه. هبدا اظبط شكل الصينيه، هغطيها شويه لحد ما تتبل او احطها في التلاجة. لو انت حابه تحطيها في التلاجة بتجهزيها مثلا، لو حابه تجهزي صينيه الفراخ ديت من بالليل عشان تطبخيها تاني يوم برضو بتبقى افضل، بيبقى طعمها احسن. بس في الوقت دوت احنا هنضيف لها دلوقتي نص كوبايه الميه، وبعد كده هنحطها بقى في التلاجة عشان تتبل شويه، وبعدين اطلعها
لحد ما سخن، وبعدين هحطها في الفرن على الصاجه كده وهغطيها لحد ما تستوي نص سوا، وبعد كده هقلب الفراخ على وشها، وبعدين هحطها فوق على الشبكه هنا عشان تاخد لون. محشي مشكل مع صينيه الفراخ، بتنجان اسود، بتنجان ابيض، فلفل، كوسه. كل الحاجات دي انا جبتها قورتها وغسلتها كويس. بعد ما الاول بغسلها قبل ما بقورها، بغسلها كويس الحاجات ديت، وبعدين بصفيها وبعدين اقورها، وبعدين برجع اغسلها تاني واصفيها كده في مصفى بالشكل دوت عشان اضمن ان هي تكون نظيفه اهي كده. دي كمية من المحشي المشكل هعملها النهاردة. بتاعت المحشي مسبكة. انا دلوقتي جبت بصل وفرمته في الكبة، وبعدين حمرته بالشكل دوت، حطيت معاه كمية من الزيت. طبعا انتي بتحطي البصل وحسب ما كمية المحشي اللي هتعمليها، يعني دولت حوالي 4 بصلات مع كوباية زيت صغيرة اهي بالشكل دوت. انا هعمل بيها خلطة المحشي، ومعايا كميه من الطماطم اهي. انا خلاص حمرت البصله، وهي طماطم اهي. الطماطم ديت انا حطيتها على النار لحد ما طلعت الميه منها، ببقى مجهزاها عندي في الفريزر، بس انا كنت بفكها من التجميده. بجيب الطماطم بغسلها واقطعها بقطعها، وبعدين اضربها في الخلاط، وبعدين احطها على النار لحد ما تطلع الميه بالشكل ده، تبقى سميكه كده. وبستعملها في كل انواع الطبخ اهي. بتسهل عليا كمان. هي كده خلاص متسبكه نص تسبيكه. هسيبها تغلي غلوه واحده، وبعد كده هبدا اضيف لها التوابل: فلفل اسمر، توم بودره، كزبره، كمون. دي توابل المحشي اهي هضيفها على الصلصه. والملح طبعا حسب كميه الرز اللي انت هتحطيها اهي. بدات تغلي معايا. انا مش هنشفها جامد، انا بس هخليها كده تغلي مع التوابل وتطلع معايا، تخلي ريحه التوابل كده تندمج فيها وتطلع معايا. بعد كده هضيف لها الرز والخضره. الرز اهوت وحطيته على الطماطم وكمان الخضره هي انا غسلاها ومقطعاها، وببقى حطاها في الشنطه هنا كده، ببقى مجهزاها قبليها يعني اهي. حوالي لو هتعملي كيلو من المحشي هتحطي ربطه من كل صنف، ربطه كزبره، ربطه بقدونس، ربطه شبت. هتعملي اكتر هتزودي كميه الخضره، وكل ما كميه الخضره بتبقى اكتر كل ما بتدي طعم حلو للمحشي. انا بحب ازود كميه الخضره. كيلو الرز عليه ربطه كزبره، ربطه شبت، ربطه بقدونس، بصلتين، حوالي كيلو طماطم، معلقه من كل صنف انا حطيته من التوابل: معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه فلفل. الملح بتحطيه حسب بقى مذاقك انتي. كل ما بتزودي كميه المحشي اللي هي البتنجان والفلفل والكوسه، بتزودي بقى الحاجات ديت. ولما بتيجي تحشي البتنجان والفلفل ما بتمليش البتنجان للاخر ولا الفلفل للاخر، بتديله فرصه عشان لما بيستوي الرز بيتضاعف. لازم الكميه تبقى اقل، بيبقى بتمليه الا ربعه كده، تخلي الربع فاضي. خلاص كده انا هقلب الخلطه دي كويس جدا. ولو لقيتها محتاجه شويه سوائل بحط لها شويه شوربه من اللي انا عاملاها. لقيتها مظبوطه خلاص ما بزودلهاش حاجه. لازم تكون خلطه سايله كده وانت بتحشيها. هقلبها وبعد كده هشوفها. بتاعت المحشي هي عملتها وحطيت لها، ضفت لها كوبايه شوربه عشان تبقى لينه كده. لازم يبقى فيها صوص كده وانت بتحشي المحشي، ما تبقاش الخلطه ناشفه معاكي عشان الرز ما يبقاش ناشف وهو بيستوي اهو بالشكل ده. هنا انا معايا هنا بواقي الكوسه وانا بقورها مش برميها. باخدها احطها هنا. جبت حله وحطيت فيها شويه طماطم وشويه بصل كده، وهبدا افرد بقى دي في الجوانب كده كلها. اعمل تبطينه للمحشي معايا. عشان كده بقولك لازم لما تيجي تعملي بقى المحشي تقوريه تكوني غاسله الكوسه، عشان لما تيجي تاخدي البقايا اللي فيها دي تبقى نظيفه، ما يبقاش فيها بواقي تراب ولا اي حاجه. مكان الحاجات دي الخضار ما بيبقى مش نظيف اهي.
بالشكل دوت كده. انا بطنت كده الحله وهبدا احشي بقى المحشي معايا كده كده. وحده المحشي او البتنجان مش هملاها لاخرها، لازم اسيب فيها حته كده عشان لما الرز يستوي ما يطفحش قوي معايا اهو كده. وبرصه كده بالشكل ده. والكوسه كمان اهي خلاص. انا اهو خلاص حشيته دوت البتنجان والكوسه انا بعملهم مع بعض، والفلفل بعمله لوحده. دلوقتي هبدا اضيف له بقى الشوربه اهو. ده الشكل الرصه كده اهي. انا ملحت الشوربه ظبطتها يعني. لو ما عندكيش شوربه ممكن تجيبي مكعب مرقه وتجيبي وتحطي عليها توابل بقى، ملح وفلفل وكمون وبهارات وطماطمايه وبصلايه، وتسيبيهم يغلوا. وبعد كده تبقى انت عملتي شوربه تقدري تسوي بيها المحشي، بتبقى برضه طعمها حلو اهو كده. انا مش بحط اكتر من كده شوربه اهي، لازم تبقى كده. قبل الحله مش بعوم المحشي لاخره في الشوربه اهو. ببدا احركه كده خلاص كده. وهبدا اغطيه على نار عاليه لحد ما يبدا يتشرب الشوربه اللي فيه. وبعد كده ببدا اهدي النار عليه لحد ما يكمل سواه. ولازم الغطا اللي تحطيه عليه يكون غطا محبوب جامد عشان يكتم البخار فيساعد ان المحشي يستوي كويس. الخلطه بتاعت المحشي اللي انا دلوقتي هحشي دلوقتي الفلفل، فهضيف لها بقى معلقه قرفه. والقرفه من الحاجات اللي بتدي المحشي الفلفل طعم حلو قوي، بنصحك بيها. وكمان انا قطعت قرن فلفل صغير حامي في قعر الحله يعني. وانا بحط هنا الحاجات ديت حطيت معاه، قطعت قرن فلفل حامي كده عشان يدي طعم شطشطه للفلفل. وده اختياري، لو حابه تضيفيه بس دوت بيدي طعم حلو قوي للخلطه وللمحشي نفسه. والقرفه كمان من الحاجات الحلوه اللي بتدي طعم جميل لمحشي الفلفل. دي اضافه تانية بعد ما بتخلصي بقى البتنجان والكوسه. انا بفضل ان انا احشي الفلفل لوحده عشان ما يتهريش في وسط المحشي وكده، فبروح ضايفه بقى معلقه قرفه فبتدي لي طعم جميل ومختلف. خلاص حشيته بالشكل دوت اهو. هبدا احط له الشوربه بتاعته بقى اهو. انا حطيت الشوربه، لازم تخلي الشوربه نص الحله كده، ما تبقاش مغطيه الفلفل قوي اهو. ببدا احط كده شويه شوربه في كل واحده فلفل كده عشان برضه تساعد ان هي تستوي بسرعه وتبقى الرز فيها مستوي اهي. واغطيها واشغلها على نار عاليه برضه لحد ما يتشرب، وبعد كده بهدي عليه النار. صينيه الفراخ خلاص خلصت معايا اهي، والطماطم والبصل والفلفل والحاجات اللي انا حطاها فيها هي لسه موجوده فيها. هتدي طعم حلو مع الاكل. وادي كمان الفلفل اهو استوى خلاص كده. ودلوقتي البتنجان والكوسه كمان استووا معايا. وبالهنا والشفا، واتمنى ان الوصفه دي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وبالهنا والشفا.